هذا هو رشيد نيني مول السنطيحة، واحد من الأسماء المعروفة في الصحافة المغربية. تزاد في 1970 في مدينة بن سليمان. بدا المسيرة ديالو في الصحافة في التسعينات مع جريدة العالم ديال حزب استقلال. في 1997 كان دار جريدة أسبوعية سميتها أوال. من بعدها حرق لإسبانيا ودوز تماك 3 سنين، ومن تم خدم مراسل ديال جريدة العالم اللي نشرات ليه من بعد المذكرات نتاعو اللي نشرها في كتاب سماه يوميات مهاجر سري، واللي ترجم للإسبانية في 2002. نيني رجع للمغرب وخدم في الجريدة ديال الصباح، ومن بعدها دار برنامج في دوزيم سميتو نوستالجيا. وفي 2006 أسس جريدة سماها المساء اللي مع الوقت ولات من أكثر الصحف انتشارا في المغرب. السيد منين نجحت ليه التجربة زاد أسس منشورات أخرى بحال مجلة المساء السياسية ومجلة النجمة النسائية وجريدة لوسوار باللغة الفرنسية. السي رشيد نيني واخا كاع هاد النجاحات واجه بزاف ديال التحديات والمواقف الكارثية في المسيرة متاعو، من بينها عمد الحبس اللي دوز في 2011 من بعد المحاكمة بعدد من التهم. ومن بعد ما خرج من الحبس دار جريدة جديدة سميتها الأخبار. مع الوقت كل شيء بان ليه أن رشيد نيني بدل الأسلوب نتاعو والطريقة ديال التعاطي مع القضايا ديال الشأن العام، بحال ولا مسالم وما باغي صداع من بعد التجربة ديال الحبس اللي دوز.